قول لي بصراحة، بيعدي عليك وقت بتبقى قاعد كده في أمان الله ومرة واحدة تلاقي الدنيا ضلمت عليك، تحس إن كل حاجة بقت سودة كأنك كده قاعد في أوضة منورة ومرة واحدة حد دخل قطع الكهرباء عليك، مفيش نقطة نور واصلة من أي مكان. الحالة دي بتسمى الديبريسيف ابيسود أو حلقة أو حالة اكتئاب. مش اكتئاب كاكتئاب كامل يعني، بس اللي هو بتعدي عليك حاجة اكتئاب كده، تحزن مرة واحدة، تكتئب مرة واحدة، وبتيجي بعد كام يوم تلاقي نفسك عادي، بقت كويس، كأنك محدش طفى عليك النور، ولا كنت شايف الدنيا سودة، ولا ما كنتش شايف أمل، ولا كان في أي حاجة من كل الكلام ده. وبالمناسبة ده بيحصل معايا، والنهاردة أنا هكلمكم على الموضوع ده، ازاي انا بحاول اتعامل مع الديبريسيف ابيسودز او حلقات الاكتئاب اللي بتعدي عليا. طبعا الطرق اللي انا بتعامل بيها دي ملهاش اي اساس علمي، يعني الموضوع كله عن تجربة، حاجات انا جربتها معايا. اوقات بتنفع اوقات لا، بس في اكتر الاوقات بتنفع معايا، فحابب اشاركها معاكم. يلا بينا نبدا، والسلام عليكم. انا من نوع الشخصيات اللي ممكن تعدي عليا وقت كده واحس ان الدنيا سودت قوي قوي، وما بقاش شايف اي نور، وما بقاش شايف اي امل. بحاول على قد ما اقدر اغير العقليه دي في دماغي، او اغير المايند سيت دي في دماغي، لان انا الموضوع ده بيستنزفني وبيستهلكني نفسيا وذهنيا وفكريا وجسديا، لان انت بتبقى كسلان وخملان. ممكن انا يبقى الاسبوع ده عندي طاقه اعمل حاجات كتير قوي، حطيت خطط وبدات في حاجات واتحركت في حاجات، واجي الاسبوع الجاي المفروض ان انا بقى اكمل في الحاجات اللي انا بداتها، اوقف كل حاجه وما اكملش في اي حاجه، فيبقى كل الوقت اللي عملته ده ضاع وما بقاش ليه لازمه. ولما اجي ابدا في الحاجه هبدا فيها من الاول من تاني. لقيت ان انا محتاج اغير فكري شويه في الموضوع ده، او اغير المايند سيت بتاعتي، او الطريقه اللي انا ببص بيها على الموضوع ده، لان انا الموضوع بيخبطني جامد. يعني اول حاجه بدات ان انا اغير بصيتي عليها، وهي نظرتي على الحياه عموما. يعني لما بلاقي نفسي باخد الدنيا على صدري قوي، والحاجات اللي بتضايقني قوي، والحاجات اللي بتبسطني قوي، فببقى عامل زي عارفين الاسهم بتاعت البورصه، الجراف بتاع البورصه الرسمه دي، لو حاجات طالعه فوق ونازله تحت، طالعه فوق ونازله تحت، فانا حاجه تحصل كويسه اطير فوق في السماء، حاجه تحصل وحشه انزل سابع ارض، وشغال مشاعري طالعه نازله زي البورصه كده. لما جيت بصيت لقيت ان انا ممكن ابص على الدنيا كانها هي مجرد لعبه. لو انت راجل جيمر او حتى مش راجل جيمر، يعني اكيد عدى عليك ان انت لعبت لعبه من الالعاب، حتى لو سابوي سيرفر، فانت في ايام بتكسب فيها وفي ايام بتخسر فيها. والله انت كسبت وحظك كان حلو، النهارده هتاخد نشوة الفوز وخلصت لعب وروحت نمت، وهتصحى تشوف هتعمل ايه في اليوم الجديد وهتلعب ايه في اليوم الجديد. والله انت بتلعب مع صاحبك بلاي ستيشن، وصاحبك ده راح رزعك 10-0 ولا 12-0، خلاص انت ايه، اتخنقت واتكسفت من اللي حصل وحسيت باحساس الخساره الوحش، سبت الدراع، خرجت من البلاي ستيشن، انت نسيت اللي كان بيحصل وكملت حياتك عادي. هي دي الحياه، انت في لعبه. والله في ايام هتكسب فيها وفي ايام هتخسر فيها، يوم ما تكسب ما تطرش قوي، ويوم ما تخسر ما تنزلش راسك في التراب قوي، لان عادي، مفيش حد بيكسب بس ومفيش حد بيخسر بس. تاني نقطة، وهي للأسف أنا أوقات كتير المقارنة بتغلبني. يعني أنا ببقى قاعد بلاقي نفسي شغال مقارنة مع أي حاجة، مع أي حد، مع حتى لو حد ماشي في الشارع أنا معرفوش، حسيت ان هو احسن مني في حاجه هقارن، حسيت ان هو اوحش مني في حاجه هقارن، ماسك الموبايل بسكرول بشوف حد معرفوش في ريل على تيك توك ولا شورت على يوتيوب، احسن مني في حاجه هقارن، اوحش مني في حاجه هقارن، وشغال مقارنات مع ناس كاننا كلنا في سباق مع بعض. ولما جيت حاولت اتعامل مع الموضوع ده بقيت ببص عليه اكتر بان انا ساعتي غير ساعتك، غير ساعة الشخص اللي انا بقارن نفسي بيه، غير ساعة الشخص اللي انا بشوفه في الشارع، غير ساعة الشخص اللي معايا في الشغل. وكل واحد فينا توقيته غير توقيت التاني، وكل واحد فينا ماشي في الدنيا في طريقه هو. احنا طرقنا بتتداخل مع بعض في ان احنا بنinteract مع بعض، بنتعامل مع بعض، ايا كان في ايامنا، في شغلنا، في المدرسة، في الجامعة، في ايا كان اللي بيحصل، بس كل واحد فينا ماشي في طريقه، مهما كانت عزوتك ومهما كانت دايرتك ومهما كانت اللمة اللي حواليك، انت جاي الدنيا لوحدك وهتمشي من الدنيا لوحدك، وهتحاسب على فاتورتك لوحدك في الاخر، محدش هيخش يحاسب معاك ولا حد هيخش يشيل عنك. بمناسبة موضوع المقارنة ده برضو، لما بتيجي تقارن وتبص مثلا انا متضايق من كذا، او انا مثلا عايز اسيب المكان اللي انا ساكن فيه، او انا عايز اغير شغلي، انا حاسس ان انا ممكن اشتغل شغلانة احسن، وتبدأ تحبط في نفسك وتتكلم مع نفسك بسلبيه. حاجه من الحاجات اللي انا بقيت
باحاول أصُد بيها الموضوع ده بيني وبين نفسي، هي إن كده، كده كل حاجة في لحظة من اللحظات هتبقى من الماضي، كل حاجة بتعدّي، مهما كانت بشاعتها وقسوتها وصعوبتها هتعدّي، ومهما كانت حلاوتها وسعادتها وقد إيه أنت مبسوط فيها وقد إيه أنت ممتن ليها هتعدّي، في الحالة دي هتعدّي وفي الحالة دي هتعدّي، كل ده هيبقى في لحظة من اللحظات من الماضي، أنا وأنت هنبقى من الماضي، ما تاخدش الدنيا على صدرك أوي، روّق كده وما تقعدش تقارن، وبما إني شخص يعني أنا كتير بييجي لي أفكار لحاجات أنا عايز أعملها جديدة، حاجات أنا عايز أتغيّر فيها كتير، أنا عايز أغيّر كذا، أنا عايز أتعلّم حاجة جديدة، أنا عايز أبدأ حاجة جديدة، وخصوصًا لمّا باشوف حد مثلًا عمل shift للcareer بتاعه ونجح في الحاجة التانية دي نجاح جامد أوي، أو حد بدأ رياضة جديدة ونجح فيها أوي وبقى شاطر فيها أوي، أو حد اتعلّم لغة جديدة وفي خلال كام سنة بقى بيتكلمها حلو أوي وبقى بيتكلمها زيه زي المواطن بتاع اللهجة دي. أنا كنت بابُص على الموضوع ده إن هو إيه، طب ما سهلة أهي، طب ما هو عملها، واللي اكتشفته إن دي نظرة سطحية جدًا، جدًا، جدًا ما لهاش أي علاقة بالواقع، لإن أنت بتبُص على النتيجة النهائية، ما بتبُصش على كَم المعاناة اللي الشخص عاناها عشان يغيّر الحاجة دي فيه أو يتعلم حاجة جديدة. حاجة من الحاجات المهمة أوي اللي أنا باحاول على قد ما أقدر أكلّم نفسي بيها، هي احترم صعوبة التغيير، إن أنت تتعلم حاجة جديدة أو إن أنت تغيّر حاجة في شخصيتك أو في تفكيرك أو إن أنت تبدأ لغة جديدة أو إن أنت تتعلم مهارة جديدة أو إن أنت تتعلم رياضة جديدة، أيًا كان أي خطوة جديدة أنت عايز تعملها في حياتك، لازم تحترم صعوبتها، ما تبُصّش على الموضوع نظرة سطحية، ومش باقول لك تحترم صعوبتها إن أنت تقعد تفكّر ده هيبقى صعب، ده هيبقى مش عارف إيه، ما اعملوش، ما ادخلش فيه، لأ خلاص أنا مش عايز أجرّب، أنا خايف، مش عارف إيه، لأ، احترم صعوبتها إن أنت لمّا تيجي تبدأ فيها وتاخد أول مطب أو تاخد أول قلم يوقّعك، ما تقولش إيه ده الموضوع طلع صعب، وأنت داخل تعمل حاجة جديدة لازم تبقى عارف إن هي صعبة. حتى مهما كانت من برّه باينة هي سهلة إزاي، وعامةً الموضوع ليه بُعد physiology يعني في جسمك، أنت مُخّك النواقل العصبية اللي فيه بتبقى متعوّدة على حاجات معيّنة بطريقة معيّنة أنت بتعملها، لمّا بتيجي تعمل حاجة جديدة أنت مُخّك ما عندوش الروتين ده أو مش متعوّد على الحركة، عارف حاجة بسيطة أوي، لو أنت بتغسل دايمًا سنانك بإيدك اليمين وجيت تغسلها بإيدك الشمال هتلاقي الموضوع صعب جدًا، لو أنت بتلعب كورة وبتشوط برجلك اليمين دايمًا وجيت تشوط برجلك الشمال هتلاقي الموضوع صعب جدًا. فقيس على ده بقى أي حاجة جديدة أنت عايز تتعلمها، مهما كان الموضوع من برّه يبان سهل واللي هو أنا ممكن أعمل كده في 3 شهور ويفرقع وكل الكلام ده، يا ريت طبعًا أتمنى لك كل نجاح من كل قلبي بجد، بس لو ما حصلش كده ما تاخدش الضربة دي على إنها إيه الضربة القاضية، وتاخدها KO وتنام وما تقومش تاني، لأ عادي الموضوع صعب بس أنت قدّها وعادي غيرك عملها فإن شاء الله أنت تعرف تعملها أنت كمان. المشكلة إن الواحد بيبُص على الموضوع دايمًا يا إما بيكون صعب جدًا أو سهل جدًا، بس هي الفكرة في حاجة، الدنيا مش بالصعوبة اللي أنت متخيلها ومش بالسهولة اللي أنت فاكرها. ونفس الوقت برضه أنت كشخص وأنا كشخص مش بالذكاء اللي أنا فاكر نفسي بيه، ومش بالغباء أو الكسل أو الجهل اللي أنا فاكر نفسي بيه، إحنا بين البينين، وأيًا كان الطريق اللي هتسعى فيه هتوصل فيه لحاجة كويسة إن شاء الله. أتمنى من كل قلبي إن أي شخص بيمُر بفترة صعبة أو أي شخص بيعدّي عليه فترات صعبة بيتخبط فيها ويلاقي الدنيا اسودت حواليه، إن هو يقدر يخرّج نفسه من الحاجات اللي بتحصل دي. وكل الحاجات اللي أنا قُلتها دي حاجات زي ما قُلت لكم في أول الفيديو ما لهاش أي مرجع علمي، الموضوع ده كلّه عن تجربة، أوقات بتمشي معايا وأوقات لأ، أوقات بابقى كل اللي أنا محتاجه وأنا حاسس بفترة صعبة إن أنا أعمل مكالمة مع حد عزيز عليَّ، أكلم أمي في التليفون، أكلم حد من أهلي، أكلم حد من صحابي، أكلم حد أنا باحبه، أو إن أنا أعمل حاجة كويسة، أو إن أنا أزور قرايبي، أو إن أنا أقرّب من ربنا أو إن أنا أقوّي نفسي روحانيًا وذهنيًا أو إن أنا أنزل أتمرّن أو إن أنا أنزل أجري، أيًا كان اللي هيحصل، بس أنا يعني باحاول على قد ما أقدر كل ما آجي ألاقي حد قفل اللمبة عليّا، إن أنا أدوّر على طريقة أفتح النور تاني، لإن هي كده، كده هتنوّر يعني والدنيا بتتحرّك بمزاجك غصبٍ عنّك هتتحرّك، ما فيش حاجة هتفضل على حالها، لا السواد هيدوم ولا السعادة هتدوم. مستني أسمع رأيكم في الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.